بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أهلا ومرحبا بكم هنا بملعب تهوك نادي الكرخ الذي حل ضيفا لمواجهة صاحب الأرض صقور الجبال. نعم، الكناري القادم من العاصمة الحبيبة بغداد ملاقاة صاحب الأرض هذه المباراة البحث عن النقاط الثلاثة. الكرخ بعد التعادل أمام القوة الجوية بهدف بمثل اليوم عازم على خطف النقاط الثلاثة من صاحب الأرض والجمهور بمباراة اليوم. كذلك نادي تهوك بعد التعادل أمام زاخو بهدفين مقابل هدفين، وكذلك يسعى للتعويض وخطف النقاط الثلاثة بأرضه ويصالح جماهيره من خلال مباراة اليوم. يا ترى هل ستكون ثلاثة نقاط حاضرة في هذه المباراة هي للكناري أم ستذهب لصاحب الأرض صقور الجبال من خلال هذه المباراة؟ يضبط هذا اللقاء الحكم حامد علي الواضح بالصورة، ويساعده أمير ناجح المساعد الأول، بينما المساعد الثاني أمير عباس. الحكم الرابع مهند مناف. هناك بغرفة الفار أحمد عسكر حكما للفار، ويساعد عباس الايفار ارسلان قادر مقيم الحكام لمباراة اليوم. الجولة السادسة بعد انطلاقها بأولى مبارياتها. الشرطة بعد ما تغلب على نادي النفط بهدفين ويتربع على الحدود خسر من كربلاء بهدف دون رد. القرمة يتغلب على القاسم بهدف مقابل لا شيء، والزوراء يتغلب على نوروز بهدف دون رد. وكذلك اليوم بهذا التوقيت مباراتين تنطلق بنفس التوقيت. مباراة الطلبة أمام الميناء وتهوك أمام الكرخ، والقوة الجوية تغلب على نادي زاخو بهدف مقابل لا شيء. غد إن شاء الله مباراة النجف أمام ديالى، والكهرباء أمام نادي نفط ميسان، وأربيل بمواجهة نفط البصرة بختام الجولة السادسة من منافسات دوري نجوم العراق. الواضح بالصورة حكم المباراة حكم درجة أولى بكالوريوس تربية رياضية من بابل صاحب التولد 1991. هذه المباراة الثانية في دوري نجوم العراق لهذا الموسم. نعم، أولى مبارياته كانت نادي نوروز والكهرباء، واليوم يضبط هذا اللقاء بثامن مباريات في الموسم الماضي، عنده 8 مباريات، وهذه ثاني مبارياته في دوري نجوم العراق. نترقب وننتظر صافرة أحداث. البداية تنطلق من الكابتن حامد علي ومن يضبط هذا اللقاء صاحب التولد 1991، وهناك أمير ناجح المساعد الأول أيضا بكالوريوس تربية رياضية من النجف، وأمير عباس المساعد الثاني من بابل كذلك بكالوريوس قانون صاحب التولد 1993. أيضا ثاني مبارياته في دوري نجوم العراق. انطلقت صافرة البداية هنا نادي تهوك صقور الجبال بالقمصان الصفراء باللهب الأصفر، بينما نادي الكرخ اليوم يرتدي القمصان السوداء من خلال مباراة اليوم. نبدأ بالتعريف على تشكيلة الفريقين. أمامنا هنا نادي تهوك بالحراسة لكتيبة المدرب مسعود ميرال، محمد صالح بحراسة المرمى، ومسيس آرتين جاك، وكذلك بيار أبو بكر، عثمان سيابند، قيد محمد سعيد، روبن إكوا، زانا عادل، وبيتر جورجيس، هارون أحمد، كريم درويش، والشرقي البحري. هذه لتشكيلة نادي تهوك، بينما تشكيلة نادي الكرخ الكناري بالحراسة لكتيبة المدرب هيثم شعبان، يحمي عرين الكناري حسين حسن، عمر نوري، وكايو دا سيلفا، أنس النوادر. بخط الدفاع كريست ومصعب جمال، مهند محمود ويونس غني، افياني ايسي، ووقاع رمضان في خط الهجوم. وبعدت الكرة الماضية من اللاعب أنس النوادر، والكرة بوسط الملعب. هناك محاولة من اللاعب محمد سعيد لتهوك لصقور الجبال بعد التعادل أمام نادي زاخو في ديربي شمال العراق بهدفين لمثلها، واليوم هنا بأرضه وأمام جماهيره يلعب هذه المباراة أمام الكناري الذي يريد أن يغرد هنا على قمم الجبال ويصل بمستويات المباراة ويرتقي بسلم الترتيب من خلال
نادي توك وصقور الجبال التي تريد أن تحلق بهذه المباراة بنقاط 3، والكرة وصلت للحارس حسين حسن، أيضا من استدعاءات مدرب منتخبنا الوطني خوسيس كاساس، وضم للمباراتين القادمتين مباراة المنتخب الأردني والمنتخب العماني ضمن قائمة المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم. هناك خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية، هذا هو الواضح بالصورة. كريم درويش المحترف اللبناني مثل نادي الأنصار اللبناني ولعب لنادي العهد، والتدخل هناك بعد الخطأ مع اللاعب كايو المدافع البرازيلي نادي الكرخ. باللقطة الماضية كانت هناك صافرة حاضرة من حكم المباراة حامد علي. هذا هو كريم وكايو، هناك الاعتذار بروح رياضية، نقلة للأمام وهي تصل هناك عالية الارتقاء وبالراس تتخلص لتعود مرة أخرى. هذه نقلة هنا تحت أقدام اللاعب بيتر غورغيس. بيتر غورغيس لاعب نادي مالمو السويدي يحاول بهذه اللحظات هناك بوسط الملعب، ونقلة روبن اكوا من روبن ووصلت لروبن بوسط الملعب لمصلحة نادي توك لصقور الجبال، بل انقطعت من كابتن الفريق عمر نوري، خلصها عمر وعادت هناك تحت أقدام اللاعب أنس النوادر، وتأتي صافرة حكم المباراة وخطأ باللقطة الماضية للاعب إفياني إيزي النيجيري. بعد المحاولة باللقطة الماضية والخطأ لمصلحة اللاعب إفياني إيزي. شاهد هناك كانت عرقلة واضحة، وبعد تدخل اللاعب إكوا روبن اللقطة الماضية من الغاني، خطأ لمصلحة اللاعب إفياني إيزي. شاهد الكرة ثابتة يونس غني على تنفيذ الموسم الثاني مع نادي الكرخ القادم من الكاظمية. نعم نشط في الدوري الممتاز ولعب أيضا في دوري الدرجات الأولى الدرجة الثانية. هذا وقاع رمضان، وهنا توجيهات الكابتن مسعود ميرال السويدي صاحب 36 عام. كابتن مسعود ميرال. لازلنا نترقب ونشاهد هذا اللقاء أيضا. هل يا ترى سيكون هناك هدف في مباراة اليوم؟ شاهد كرة ملعوبة هناك لتعود بمصلحة نادي الكرخ. من الكرخ هناك نقلة للاعب محمود، هذا مهند محمود أبو طه الأردني. من مهند محمود يلعب هذه الكرة لوقاع رمضان. وقاع رمضان يحاول وقاع، من وقاع رمضان عادت الكرة مرة أخرى ونقل لمصعب جمال، وهناك راية من المساعد أمير عباس. الراية والتسلل باللقطة الماضية. وقاع رمضان شاهد هذه الإعادة بهذه النقلة وصلت لوقاع. وقاع كان متسلل باللقطة الماضية، وكانت هناك راية المساعد أمير عباس المساعد الثاني لحكم المباراة، وغادرت أرضية الملعب. وتغادر أرضية الملعب. نعم حبت إلى سنة. نترقب ونشاهد متعة هذا اللقاء لمباراة اليوم في آخر لقاء جمع الفريقين في موسم 2023-24. انتهت تلك المباراة بهدف دون رد، يوم سجل اللاعب أبو بكر جبريل في شباك نادي توك بتلك المباراة التي انتهت بهدف دون رد. هناك واضح الكرة عادت وانقطعت هنا بمحاولة تصل لمصلحة نادي الكرخ من عمر نوري كابتن الفريق. يعيد الكرة هناك للخلف من عمر لكايو، عادت للنوادر. الكرة من أنس النوادر يعيد الكرة للحارس حسين حسن. من حسين حسن نقل حسين أمامية الارتقاء ويأتي الإبعاد بالراس إلى خارج أرضية الملعب. أبعدت الكرة من اللاعب سيابند عقيد. سيابند يتراجع للخلف، هناك غيابات بصفوف نادي توك، غياب اللاعب موسيس لوكاس وزاكري عن أحداث مباراة اليوم. هناك الدكة، هنا الكابتن حامد علي كما ذكرت بكالوريوس تربية رياضية من بابل الموسم الماضي، عنده 8 مباريات، تزوج قبل طفلة واحدة نرجس
أكيد واحد من حكامنا المميزين في دوري نجوم العراق، ويضبط هذا اللقاء الثاني في منافسات دوري نجوم العراق لموسم 2024-2025. خلال هذه المباراة أكيد بطاقم تحكيمي يخوضون هذا اللقاء هنا بمباراة اليوم. صقور الجبال تريد أن تحلق من خلال هذه المباراة بالنقاط الثلاثة والأهداف، والكناري يريد أن يغرد هنا أمام جماهير نادي هوك بملعب المباراة. يا ترى من يفتتح التسجيل ومن يسجل أول أهداف اللقاء بهذه المباراة بعد ما انتهت مباراة القوة الجوية وزاخو بهدف وحيد سجله اللاعب علاء عباس. والآن انطلقت بنفس التوقيت مباراة الزوراء أمام مباراة الطلبة أمام الميناء، وهذه أيضا المباراة توك أمام الكرخ. بعد ذلك غد ستكون 3 مباريات تلعب لهذه الجولة السادسة. فانطلقت هناك بنقلة لا زالت مستمرة بوسط الملعب لنادي هوك. هناك من الكرخ عدت أمامية وصلت لمحمد صالح. محمد صالح لعب للقوة الجوية وأيضا مثل نادي الكرخ وانتقل لتمثيل نادي هوك. محمد صالح الموسم الماضي خلال 6 جولات لن تدخل شباكه أي كرة ولن يخسر فريقه، بل خسر أمام نادي الكرخ، هو من كسر عقدة هذا الحارس الموسم الماضي الكرخ. واليوم الكرخ كذلك يسعى لكي يسجل هدفه الأول في هذه المباراة في شباك الحارس محمد صالح. ترقب عادة الكرة بوسط الملعب، نقلة هناك من اللاعب روبن يلعبها لمصلحة نادي الكرخ بيتر غورغيس، ولكن ضاعت على بيتر إلى خارج أرضية الملعب. بيتر غورغيس هو من حاول، والكرة طالت على بيتر غورغيس في اللقطة الماضية. بيتر اللي سجل في المباراة الماضية في شباك نادي زاخو، وباشغان عبد الله أيضا سجل في تلك المباراة في ديربي الشمال. وعادت الآن لمحمد صالح محمد، وهناك مصعب جمال ملعوبة الكرة نقلة أمامية طويلة وصلت هناك الارتقاء بالراس تتخلص ولا زالت مستمرة حتى الآن بهذه عادة الكرة والتسديدة من مكان بعيد، سدد بقوة إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت كرة اللاعب الشرقي البحري، سدد بقوة هذا اللاعب المغربي من مكان بعيد. شاهد بعد ما تهيأت هذه الكرة وحاول بأن يخترق الشباك ودفاعات فريق الكرخ، ولكن الكرة راحت هناك بعيدة بعد ما تهيأت من كريم درويش، وسدد الشرقي البحري بقوة لتلك التسديدة الرائعة التي ذهبت بعيدة عن شباك الحارس حسين حسن. عادت بوسط الملعب، أحبتي مرت 10 دقائق والتعادل مستمر. بيتر غورغيس هناك بخط الهجوم تشاهد هذه الأسماء: بيتر غورغيس، هارون أحمد، كريم درويش، شرق البحري. هذا الرباعي دائما ما يشكل خطر على دفاعات الأندية التي يواجهها في المباريات. نعم، ومن خلال مباراة اليوم تشاهد هذه الأسماء حاضرة بالتشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب مسعود ميرال. هذه ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. واضح هنا سيابند عقيد يتركون هذه الكرة الجانبية للاعب ماسيس آرتين. ماسيس، يلا يا ماسيس، هناك من ينتظر، هناك من يترقب. هل ستأتي الأهداف لمباراة اليوم، وهل تكون لصاحب الأرض لكي يصالح جماهيره؟ محمد سعيد، من محمد سعيد هناك نقلة طالت إلى خارج أرضية الملعب بعيدة عن مرمى نادي الكرخ وبعيدة عن المدافع لاريا دا سيلفا البرازيلي في اللقطة الماضية. والواضح بصورة بيتر غورغيس، حسين حسن لنادي الكرخ. نادي الكرخ لعب 5 مباريات، تعادل بمباراة واحدة وخسر 3 وفاز بمباراة واحدة، بينما نادي توك أيضا خسر مباراتين وتعادل بمباراتين وحقق الفوز بمباراة واحدة عند فوز على نادي النجف
بهدف دون رد، وتعادل أمام الكهرباء وتعادل أمام زاخو بآخر لقاء. خسر من القوة الجوية وخسر من نادي أربيل، خسر بأولى مبارياته بافتتاح دوري نجوم العراق، ليقيم هنا بهذا الملعب الحفل الجميل لافتتاح دوري نجوم العراق لموسم 2024-2025، وخسر أولى المباريات أمام نادي الزوراء بهدف وحيد. واليوم يطمح من أجل مصالحة جماهيره من خلال هذه المباراة أمام نادي الكرخ وتحقيق النقاط الثلاثة بمباراة اليوم. هناك نقلة عادت من اللاعب هنا من يحاول بيار أبو بكر يلعبها، والكرة من بيتر، نقلة طويلة هناك للأمام تصل داخل منطقة الجزاء، ومحاولة من محمد سعيد تترك إلى خارج أرضية الملعب. دا سيلفا لاريا يغضب بهذه اللحظات البرازيلي، يقول لحكم المباراة: لا يا كابتن حامد، لم ألمس الكرة وهي طالت وكانت طويلة، لم تصل لي ولا لقدمي، بل غادرت أرضية الملعب. خلينا نشوفها بالإعادة، هذه الإعادة. هل قدم اللاعب البرازيلي لامست الكرة الماضية أم ذهبت بعيدة؟ وكانت هناك ركنية لنادي هوك لصقور الجبال، الركنية احتسب لمصلحة صقور الجبال. تأتي هذه الكرة عرضية، جول، ممكن جول! صقور الجبال، بيار 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 لصقور الجبال، أول أهداف المباراة للهب الأصفر. صقور الجبال يسجلون أول أهداف المباراة، بيار بو بكر أول أهداف المباراة لنادي هوك لصقور الجبال، يفتتح التسجيل بيار أبو بكر أول أهداف المباراة. حلقت الصقور هنا على قمم الجبال بملعب هوك، هنا العرضية، هنا نقلة جميلة، وهنا رأسية من سيابند عقيد أكملها بيار أبو بكر. يفتتحون التسجيل، نترقب هل يأتي الرد، هل تعود المباراة، وهناك يكون هدف يعدل نتيجة اللقاء. نقلة وصلت الآن وطالت إلى خارج أرضية الملعب. واحد لنادي هوك، لا شيء لنادي الكرخ. الآن أصبح نادي الكرخ يبحث عن هدف لكي يعدل نتيجة المباراة. مشاهد جانبية، ماذا يفكر الآن المدرب هيثم شعبان المصري أمام السويدي المدرب مسعود ميرال بهذا اللقاء، لقاء المدربين المحترفين في دوري نجوم العراق، بعد لقاء الأصدقاء الأشقاء أبناء البلد الواحد وسام رزق وطلال البلوشي. رزق تغلب على البلوشي بهدف مقابل لا شيء ويحسم المباراة، مباراة القوة الجوية أمام زاخو التي انتهت بهدف دون رد. وهنا لقاء أيضا المحترفين المصري أمام السويدي بهذا اللقاء لمباراة الكرخ أمام نادي هوك. الكرخ الفريق الذي حل ضيفا يسعى بأن يعدل نتيجة المباراة، فهل ينجح بالتعديل؟ مرت الكرة ولا سالت، هذا محمود من الأردني، مهند محمود أبو طه لمصعب جمال، وصلت الآن إيزي يحاول، إيزي مرت وانقطعت يا إيزي. نعم إفياني إيزي تنقطع وتعود مرة أخرى. الكناري يريد أن يغرد، نعم هو دائما ما يغرد بلحن الانتصار، بلحنه الجميل، بلحن المباراة، وأكيد يريد هناك من يعدي. مصعب لي وقاع رمضان، سقط وقاع وعادت هنا من رمضان لتعود بوسط الملعب. بيتر جورجيس يحاول، بيتر وإلى خارج أرضية الملعب يا بيتر جورجيس، انقطعت. ومصعب جمال بتحركاته الجميلة يحاولون الكرخ بأن يعدلون نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. كما نشاهد، كما نترقب متعة اللقاء، دائما ما تكون بجمال المباراة هي الأهداف. جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب بيار أبو بكر، وكذلك نسعى ونطمح بأن نشاهد
المزيد من الأهداف بهذه المباراة سواء كانت لنادي الكرخ أو لنادي هوك، فأكيد النقاط الثلاثة لا تأتي إلا بالنتيجة، ونتيجة المباراة هي حتى هذه اللحظات بتقدم صاحب الأرض بهدف مقابل لا شيء. وهناك نقلة طويلة انقطعت، عادت بوسط الملعب من محمد، يلعب هناك للاعب زانا عاتل، ملعوبة من زانا لهارون، هارون انقطعت وبوسط الملعب هناك روبن إكوا لمصعب جمال، مهند يونس، لم تصل الكرة هناك لفياني إيزي، بل خطأ يا يونس غني باللقطة الماضية، كان هناك خطأ شاهد بعد محاولة العبور من اللاعب يونس غني وسقوط اللاعب إيزي على أرضية الملعب. كل شيء يمضي، واحد لنادي هوك لا شيء لنادي الكرخ. بدأت مدرجات ملعب المباراة نعم تمتلئ بتوافد وحضور الجماهير، هنا من يساند نادي هوك، الأغلبية بملعب المباراة حاضرين لكون المباراة بملعب هوك. صقور الجبال كما ذكرت، هناك عدت، مرت ثياني إيزي، مر عد بهذه اللحظات يحاول الدخول لمنطقة العمليات لكنها انقطعت هناك من السدود الدفاعية التي ترفض محاولات نادي الكرخ وترفض عبور نادي الكرخ. عمر نوري انقطعت في وسط ملعب، هارون أحمد يلعب، هذه وين هذه وين هذه وين يا هارون، عادت هناك لحسين، حسين حسن، من حسين حسن نقلة طويلة للأمام والارتقاء، مصعب وكاع رمضان سقط أرضا، وكاع هناك لاعب يا سيابند عقيد سقط على أرضية الملعب. اليوم سيابند عقيد يعود للخلف ليشغل مكان المدافع غاب عن أحداث المباراة لوكاس موسيس، وكذلك دائما ما كنا نرى سيابند عقيد يلعب هذا اللاعب بمراكز مختلفة في جميع المباريات، وذكرنا غياب اللاعب زاكري عن أحداث هذه المباراة. السلامة لوكاع رمضان، هذا بعد التدخل بالكرة الماضية، وكأنه يقول الشاهد يا كابتن حامد ماذا جرى في اللقطة الماضية. وهناك توجيهات للمدرب مسعود ميرال من خلال مباراة اليوم وإعطاء توجيهات للاعبين، هنا من يسعى لتحقيق هدف ثاني لكي يطمئن على نتيجة المباراة، وهناك من يطمح بأن يعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. نادي الكرخ يحاولون نعم أمام كتيبة نادي هوك من خلال هذه المباراة. وصلت هناك نقلة بوسط ملعب روبن إكوا، من روبن إكوا يلعبها وعادت هناك لسيابند عقيد، من سيابند عقيد موسيس جاك آرتين، من موسيس وعادت الكرة للحارس محمد صالح، من محمد صالح، صالح هو من يحمي عرين وشباك نادي هوك لروبن إكوا، روبن بيوصل الملعب لهارون، هارون لروبن، عادت الكرة هناك تحت اقدام اللاعب آرتين، ماسيس آرتين تعود مرة أخرى يقدام اللاعب آرتين يلعبها، نقلة هناك تعود لمصلحة نادي هوك من محمد سعيد بوسط الملعب، هذه لروبن، روبن يلعب هذه الكرة هنا بتمريرة عدت من اللاعب زانا، زانا ومرت الكرة هناك بنقلة طويلة على اللاعب بيتر، وكذلك تدخل اللاعب عمر نوري أبعته من أمام اللاعب بيتر جورجيس بعد محاولة العبور. هارون وهناك كريم درويش بتحركات جميلة، والشرقي البحري كما ذكرت هذا الرباعي في خط الهجوم لنادي هوك يشكل خطر على دفاعات نادي الكرخ من خلال الهجمات والمحاولات التي ترتد من دفاعات ونادي هوك، وتبدأ صناعة الهجمات من منتصف الملعب وضغط على دفاعات نادي الكرخ حتى جعل الفريق يتراجع للخلف. هنا تأتي الكرة طويلة تتهيأ بالراس وبتمريرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. نعم بيار أبو بكر صاحب الهدف الأول والوحيد بالمباراة حتى الآن، عادت لمحمد صالح، محمد صالح أمام الكرخ بهذه المباراة.
هناك نقلة وصلت للجهة اليسرى. محمد سعيد، محمد سعيد يحاول الدخول من محمد، فعادت يا محمد سعيد الشرقي البحري وتعاد الكرة مرة أخرى، ولكن هي اللاعب أسيس آرتين، وهنا بنقلة هل تصل لكريم درويش؟ لا، هذه وصلت لبيتر جورجيس ونقلة انقطعت لمصعب جمال. مصعب جمال بهذه الصعوبة من مصعب جمال، نقلة من مصعب لوقاع رمضان. وقاع رمضان وقاع رضاع وماسيس ووقاع رمضان. هناك مرة أخرى لا زالت مصعب جمال، هل يسدد؟ مصعب جمال، جمالك يا جمال، وضاعت من مصعب جمال إلى خارج أرضية الملعب. جمالك يا جمال بتسديدة رائعة غادرت أرضية الملعب. شاهد الإعادة، نعم باغتت الجميع وبتسديدة رائعة، لكنها ذهبت هناك الزاوية اليسرى للحارس وغادرت أرضية الملعب. كانت قريبة جدا، شكلت خطر على دفاعات ومرمى نادي هوك، وكادت أن تكون في المرمى. بمثل هكذا محاولات أكيد تكون صعبة على الحارس وعلى المدافعين. هكذا تسديدات تعود. هناك محاولة من جديد، وقاع مر رمضان، جول جول جول، لا يا وقاع، وهناك راية، هناك راية وقرار المساعد أمير عباس. كان وقاع رمضان متسلل باللقطة الماضية. شاهد هذه الإعادة، ووقاع نعم باللقطة الأولى كان متسلل، وقرار المساعد رفع الراية على اللاعب وقاع رمضان. بيتر جورجيس يحاول العبور، بيتر جورجيس سدد جورجيس، والتصدي بتسديدة رائعة من بيتر جورجيس، وهناك حسين حسن يتصدى. أبعد كرة اللاعب بيتر، بدأ الصواريخ الكتيبة الصفراء اللهب الأصفر يطلقون على مرمى الكرخ، وهناك من يحمي القاعدة. حسين حسن يتصدى ببراعة ويبعد تسديدة اللاعب بيتر جورجيس الذي سدد بقوة اللقطة الماضية. شرقي البحري يحاول، هو الآن حكم مباراة يقول انها يطلب استمرارية اللعب. النوادر يلعبها من أنس لوقاع رمضان، هذه المرة من وقاع رمضان. يا وقاع رمضان، يا وقاع دخل منطقة العمليات، يريد أن يتلاعب بدفاعات نادي هوك، وبتسديد رائعة يا مصعب جمال، صعبة وبعيدة يا مصعب جمال على مرمى نادي هوك. شاهد هناك 4 مدافعين مع اللاعب وقاع رمضان، وسدد بقوة. هذا هو مصعب جمال، لكنها طالت يا مصعب وإلى خارج أرضية الملعب. صافرة من حكم المباراة الكابتن حامد علي. ترقب، على ما يبدو هناك شيء، وكذلك بغرفة الفار كما ذكرنا أحمد عسكر وعلاء عباس. المحاولات والكلام ما بين حكم المباراة ولاعبي نادي الكرخ، كابتن الفريق الكابتن عمر نوري. نادي هوك المتقدم بهدف دون رد سجل عن طريق اللاعب بيار أبو بكر. وكما ذكرت نادي هوك لعب 5 مباريات متتالية، فاز بمباراة واحدة، وفاز على نادي النجف هناك بهدف مقابل لا شيء، وتعادل امام نادي الكهرباء سلما من دون اهداف. تعادل امام نادي زاخو باخر لقاء بهدفين مقابل هدفين، خسر من الزوراء وخسر من اربيل. وكذلك نادي الكرخ الذي يلعب المباراة على ما يبدو هناك قرار لحكم المباراة يتجه هناك ليذهب للفار ليتأكد بنفسه إذا كانت هناك ركلة جزاء أو لا، أو إذا كان هناك خطأ بعد اللقطة الماضية. نشاهد حتى تعاد اللقطة أمام أنظار حكم المباراة.
بعد أن استدعى الكابتن أحمد عسكر والكابتن علاء عباس الأيفار لحكم المباراة ليتأكد بنفسه من هذه الحالة إذا كان هناك بهذا التدخل ركلة جزاء أم لا. داسيلفا واللاعب الشرقي أو اللاعب كريم درويش باللقطة الماضية نشاهد في بروتوكول الفار يتدخل بأربعة حالات، جزاء ليست جزاء، وكذلك اوف سايد ليست اوف سايد، وايضا هدف وليست هدف، وايضا تحديد الهوية الخاطئة إذا كانت هناك بطاقة تشهر أحيانا من قبل حكم المباراة بمثل هكذا حالات تكون هناك أكيد بطاقة، وممكن أن يكون عدم التأكد من الحالة ويعود هناك بها الفار ليؤكد لحكم المباراة بأن اللاعب الرقم كذا هو من كان يستحق البطاقة وهو من افتعل الخطأ، وأنت أعطيت البطاقة على صاحب الرقم كذا. بهكذا حالات وتحديد البطاقة الخاطئة أو الهوية الخاطئة يعود حكم المباراة ليصحح. والآن لكي يتأكد من هذه الحالة والكلام ما بين حكم المباراة والحكام هناك بغرفة الفار، هل يكون هناك احتساب ركلة جزاء أم لا وجود لركلة جزاء؟ نشاهد أحبتي لا زال الكلام مستمر ما بين شاهد هناك حتى كريست وأيضا اللاعب هناك بالرقم 18 أنس النوادر كانوا بعيدين، وكان حكم المباراة ماذا يقول؟ نعم، شاهد حكم المباراة بعد أن طلب استمرارية اللعب، وكانوا لاعبين نادي توك ينتظرون بأن يكون هناك ركلة جزاء، لكن بهذا التدخل نعم تترك هذه اللقطة. كذلك بعد هذا التدخل هل كان تدخل متعمد أم تكون هناك القدم خارجة باللقطة الماضية؟ تترك كل هذه الأمور نعم عند برنامج أنت الحكم ويحدد لنا إن كانت هناك بالفعل مستحقة أم لم تكن مستحقة، فقرار حكم المباراة هو الأول والأخير في المباراة. هذه الكرة وصلت هناك للأمام إلى خارج أرضية الملعب، كرة غادرت أرضية الملعب. الكابتن حامد علي بعد أن ذهب وتأكد بنفسه لا وجود لركلة جزاء باللقطة الماضية، عادت الكرة هناك في وسط الملعب، محاولة لمصلحة اللاعب أنس النوادر يلعبها من النوادر والكرة بوسط الملعب، محاولة العبور من يونس غني، قطعت من مهند ونقلها تصل لرمضان، هذا مصعب جمال، سيابان عقيد يترك الكرة لمحمد صالح باللقطة الماضية. محمد صالح هذا التدخل باللقطة الماضية، شاهد الكرة هناك مصلحة اللاعب محمد سعيد من محمد سعيد، يحاول محمد سعيد وبوسط الملعب، عادت من شرقي يلعبها بوسط الملعب روبن إكوا من روبن وبوسط الملعب، هنا تمريرة عادت لبيتر جورجيس، بيتر ورايا من المساعد أمير ناجح المساعد الأول لحكم المباراة، هذا من النجف بكالوريوس تربية رياضية، واحد من المساعدين المميزين في دورينا. كرة هناك بالابعاد تتخلص وبوسط الملعب، يحاول الشرقي البحري اللاعب المغربي محترف مع نادي توك، حاول بالكرة الماضية ومحمد سعيد من محمد سعيد، تترك من محمد هناك زانة عادل من زانة وعادت لماسيس ارتين لسيابند عقيد، سيابند لمصلحة اللاعب بيتر جورجيس، عادل الكرة لسيابند هناك ماسيس جاك ارتين، وصلت مرة أخرى في هذه اللحظات بوسط الملعب لمصلحة اللاعب الأصفر لصقور الجبال، توك لماسيس، هذا هو بيتر جورجيس وبالراس من عمر نوري تتخلص، عمر نوري يلعبها هنا تحت أقدام اللاعب مهند محمود أبو طه، هذه الكرة من كايو يلعبها كايو للأمام وتتخلص ارتين، وصلت لسيابند عقيد يحاول مع مصعب جمال، وسيابند هو قريب يلعب هذه الكرة لروبن إكوا بوسط الملعب وبنقلة هناك زان عادل
وصلت لبيار مبكر، تعود بعد التدخل باللقطة الماضية. وهنا كرة لا زالت مستمرة من اللاعب زانا عادل بالرقم 25، يلعب اتجاه اللاعب محمد سعيد، عادت من سعيد بوسط الملعب لمصلحة نادي هوك. من هوك هنا روبن اكوا، ماسيس يحاول الآن بوسط الملعب من ماسيس وبيتر جورجيس، جورجيس نقلة من بيتر لسيابند، سيابيند لروبن اكوا بوسط الملعب، اكوا ولا زالت هنا بيقتام لاعب سيابند عقيد. مصعب جمال يحاول وكرة بوسط الملعب هنا بهذه التحركات قريبة، هنا جورجيس يحاول بيتر تأتي العرضية والإبعاد، تتخلص من كايو إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب هيثم شعبان. بماذا يفكر هيثم شعبان؟ وهنا لمصلحة نادي هوك شاد لاعب زانا عادل بعد هذه التحركات الرائعة وبعد ما تقدم نادي هوك بهدف، أصبح هذا الفريق يطمح لتسجيل هدف ثاني بالمباراة. فهل يتمكن من ثاني أهداف في المباراة ويسجل الهدف الثاني في المباراة؟ الركنية وكرة ملعوبة، يأتي الإبعاد، تتخلص للأمام قريبة هنا من كابتن الفريق حتى عادت من هارون وتصل للحارس محمد صالح. محمد صالح يلعب هذه الكرة طويلة بنفس الأسلوب، هناك الأمام شرقي يحاول من شرقي والكرة تعود مرة أخرى هناك لكريم، كريم درويش، كريم ومرت لهارون، ممكن وبتسديد انقطعت لتعود محمد سعيد. محاولة من النواتر، وصلت هناك إيفياني هيزي ولا زالت مستمرة. هجوم الآن لمصلحة الكرخ وخطأ، خطأ بمنتصف الملعب على اللاعب محمد سعيد بعد التدخل بالكرة الماضية. شاهد هذه الإعادة، وهناك الخطأ كان على اللاعب محمد سعيد بعد الاشتراك مع اللاعب لاريا دا سيلفا البرازيلي باللقطة الماضية. كل هذه المحاولات وتبادل هذه الهجمات، نادي الكرخ يبحث عن هدف لكي يعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول، ونادي هوك يطمح لتسجيل هدف ثاني ليبتعد بالمباراة بهدف ثاني يضاعف النتيجة لمباراة اليوم لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري النجوم العراق. هذه نقلة عدت وهناك انقطعت من اللاعب هارون من حاول العبور، هذه من مصعب لوقاع رمضان، وقاع مر رمضان يحاول بأن يعدي على دفاعات توك، وقاع وسيابند عقيد، وقاع رمضان يعيد الكرة من وقاع يونس غني، هذا يونس يا غني، وصلت هناك بوسط الملعب يونس، تمريره عادت لوقاع رمضان، تحركات الآن وقاع يعيد الكرة من وقاع لمهند محمود، هناك باتجاه اللاعب أنس النوادر، أنس النوادر هذا هو أنس المغربي يلعبها، وعادت هناك لوقاع، من وقاع تترك الكرة هناك ليونس غني بنقلة من مهند محمود، وصلت لمصعب جمال، مصعب جمال يحاول، مصعب جمال وماسيس أرتين غادرت أرضية الملعب، تترك الكرة إلى خارج أرضية الملعب. شاهد كرات تهدر، محاولات مستمرة بهذا الأداء. الكرخ يطمح ليعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث هذا الشوط، ونادي هوك الفريق الذي يسعى بأن يسجل هدف ثاني لكي يفرح جماهير الحاضرة بمباراة اليوم. أكيد النقاط الثلاثة مهمة هي بالنسبة للفريقين. وهناك من اللاعب مصعب جمال، الآن مصعب جمال يخطف الكرة ويحاول العبور بتمريرة خاطئة من مصعب جمال، هو فعل الأصعب لكن يفشل بالشيء السهل بعد أن أراد يمرر الكرة الماضية، انقطعت من المدافعين وعادت هناك روبن إكوا بوسط الملعب ولا زالت مستمرة. هارون يلعبها ومرت الآن، هي عدت، لا زالت الكرة بيقتام لاعب كريم درويش، طالت على الشرقي البحري، هذه وين وصلت هناك لمحمد سعيد، لا زالت لمصلحة الهوك وتعود من الهوك من محمد سعيد، يلعبها لروبن إكوا،
روبن يلعب هذه الكرة طويلة باتجاه اللاعب بيتر جورجيس. يحاول بيتر، تكون هنا العرضية ورأسية وبعدت هناك لأنس النوادر. مر أنس يحاول بهذه اللحظات، هل يمرها لوقاع رمضان؟ بهذه اللحظات وقاع ممكن الجول، ممكن جول، لا يا وقاع، وعادت يعني ايسي. حاول وقاع تلك التمريرة لكن أخطأ وقاع بتعديل نتيجة المباراة. نعم هو مر من 3 مدافعين وكان المرمى أمامه واضح، فقط الحارس يقف هناك ليتصدى وأعطى الكرة بيد الحارس، تصدى لها محمد صالح وأنقذ مرمى فريقه. كان من الممكن أن تكون تسديدة أقوى من ذلك بكثير يا وقاع رمضان. هذا إذا أردت أن تعيد المباراة بهدف يعدل النتيجة. وصلت من جديد بيتر جورجيس، بيتر يحاول، من بيتر تأتي الكرة هناك نقلة بالراس الإبعاد من لاريا ولعمر نوري، خلص عمر نوري وبنقلة من كريست أبعد الكرة وهناك راية من المساعد أمير ناجح. راية المساعد أمير ناجح باللقطة الماضية كانت صافرة كابتن حامد علي حاضرة. سنان شاهد حبتي فالوقت يداهم مجريات الشوط الأول وتقدم نادي تهوك بهدف صاحب الأرض، بينما الكرخ الذي يبحث عن هدف يعدل النتيجة. عادت هناك نقلة من مهند محمود، أبو طه يحاول، انقطعت من مهند وعدت هناك لمصعب جمال، هو من يحاول العبور. مصعب وصافرة حكم المباراة، صافرة وخطأ على اللاعب ماسيس، خطأ على اللاعب ماسيس باللقطة الماضية. وحكم المباراة كانه يقول لا كلام، كان قريب وكان يشاهد. هناك التدخل مع اللاعب مصعب جمال بهذه اللقطة، هناك كانت على اللاعب محمد سعيد وكانت هناك الراية تسلل مسعود ميرال. هنا الخطأ لمصلحة نادي الكرخ. هنا يونس غني على التنفيذ بهذه اللحظات. يونس هل يعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول؟ هل يغرد الكناري بملعب صقور الجبال؟ دعونا نترقب، دعونا نشاهد. هل ينجح الكرخ من خلال الكرات الثابتة بعد المحاولات بالانفراد وملعوبة والإبعاد يأتي من محمد صالح، وعادت هناك من مصعب بتسديدة إلى خارج أرضية الملعب وركنية. الكرخ يتحصل على ركنية. هناك مصعب جمال والركنية الشاهد بعد الإبعاد من الحارس بقبضة اليد. محمد صالح بهذا الخروج أبعد الكرة الماضية وملعوب الكرة هنا بالراس، جول، ممكن أن يكون التعادل. لا 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 لا، ضاعت كرة التعادل، ضاعت يا كايو. رأسية كايو كادت أن تعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. بدأت تحركات الكرخ بهذا الجمال وبهذا الأداء وبدأوا يقتربون شيئا فشيئا. هنا بعد هذه الكرة التي وصلت لكايو ومن ثم العارضة التي أبعدت كرة التعادل على نادي الكرخ. كايو حاول بتلك الرأسية الجميلة، وهنا التماس يونس غني لنادي الكرخ من يونس. ملعوبة الكرة الآن بتمريرة مرت سيابند عكيد وعادت مرة أخرى. روبن اكوا بوسط الملعب، هناك من اللاعب كريم درويش وتراجع لبيتر جورجيس. من بيتر جورجيس نقلة أخرى وصلت لمصعب جمال، يحاول مصعب جمال، مر من واحد عدى من الثاني، يلعب هذه الكرة مصعب جمال وضاعت يا مصعب جمال، ضاعت يا مصعب جمال. نعم يحاول بجميع الصعوبات ولكن لا ينجح بالجمال الأخير وباللمسة الأخيرة. شاهد هو مر وحاول ومرر والتمريرة كانت بعيدة من مصعب جمال. لو كانت هناك للاعب إثياني إيسي لكانت تكون في المرمى، لكنها ضاعت وغادرت أرضية الملعب. حتى هنا تعود لمحمد سعيد، محمد سعيد بنقلة
وتأتي صافرة حكم المباراة وخط خط خط خطأ باللقطة الماضية. اعتذار من اللاعب إثياني إيزي. سلامة اللاعب. الشاهد هذا والتدخل ما بين محمد سعيد وبيار أبو بكر صاحب الهدف الأول والوحيد بالمباراة حتى الآن. الوقت يمضي يا حبتي ويداهم مجريات هذا الشوط. نلعب بالدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول. هناك نقلة، الارتقاء كرة بالراس، عادت مرة أخرى هنا لتعود روبن أكوا يحاول العبور بينما انقطعت الكرة من كريست، هذا اللي يمثل نادي نفط ميسان ولعب لنادي نوروز، يحاول أن يقطع الكرة الماضية حتى عادت لوسط الملعب مرة أخرى. هي لروبن إكوا يلعبها لسيابند عقيد. سيابند عقيد نقلة هناك مرت بمحاولة تمريرها من هارون، ممكن الثاني لكن يا كريم درويش انقطعت لتعود مرة أخرى بنقلة وصلت لي كريست، يحاول من كريست عادت الآن كريست ونقلة هناك طويلة لا لن تغادر بعد ولاريا دا سيلفا يتراجع بهذه الكرة من أنس النوادر ليونس غني بوسط الملعب. تحركات جميلة بهذه اللحظات لنادي الكرخ وما زالت مستمرة للكناري. يونس بطريقة جميلة يلعب الكرة هناك بكعب القدم للخلف وعادت هناك لمصلحة نادي هوك. هذا زانا عادل، زانا لهارون، ممكن بهذه المحاولة عادت بوسط الملعب هي بتمريرة بيتر جورجيس. بيتر يلعبها مر بهذه اللحظات بتمريره وياتي الابعاد، تتخلص تتهيأ الان بتسديد المكان بعيد وياتي الابعاد من لاريا. هناك حصار محمد سعيد والارتقاء ياتي، تتخلص هارون قريب، هارون قريب ومصعب جمال، مصعب وهارون تتخلص من مصعب وتلعب هناك لنادي الكرخ بوسط ملعب من يونس غني لمصعب جمال. يستعيد الكرة مصعب لكن هنا مرت من اللاعب مصعب طويلة حتى وصلت للحارس محمد صالح. يعني محمد صالح يا محمد يلعبها محمد صالح. 5 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول. هذه ملعوبة الآن هناك من الشرقي البحري روبن ماسيس يوصل الملعب من ماسيس، انتظر ماسيس ارتن بعد هذا التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب سيابند عقيد واللاعب مصعب جمال. هناك للأمام الكرة تتخلص وتعود زانا عاتل يلعبها الشرقي لزانا عاتل. تحركات من اللاعب زانا هناك بعد نقلة من لاعب روبن إكوا يلعب هذه الكرة طويلة باتجاه من؟ لا وجود للاعب من توك في هذا المكان، لا بيتر جورجيس ولا الشرقي بحري بعد تمريرة اللاعب أما السعيد. وكان واضح هناك اللاعب الشرقي البحري باللقطة الماضية. وصلت هناك الارتقاءات الابعاد الراس صعود وأبعد الكرة الماضية. هذا هو الانتظار والتوغل بوسط الملعب من روبن إكوا. ماسيس ارتن يلعب لسيابند عقيد، سيابند عقيد من الجهة اليمنى للاعب بيتر جورجيس، عادت من سيابند عقيد لماسيس ارتن وبنقله هناك لبيار ابو بكر يلعبها وتستمر محمد سعيد. محمد سعيد لمصلحة نادي هوك لصقور الجبال بل محاولة العبور من اللاعب الشرقي البحري وعمر نوري والكرة عادت هنا زانا عادل يلعبها واعثار للاعب اللقطة الماضية كريم درويش هو من تعثر وسقط عرضا. هذه نقلة عادة سهلة للحارس محمد حميد عفوا محمد صالح وايضا محمد حميد لعب للقوة الجوية ومحمد صالح لعب لنادي القوة الجوية. والآن محمد حميد مع نادي القرمة كابتن فريق القرمة تغلب على نادي القاسم. هنا المحاولة من بيتر جورجيس عادت ولا زالت الأمور مستمرة.
هذه تعود لمصعب جمال. مصعب جمال يحاول العبور من مصعب جمال، فعادت الكرة هناك بنقلة لا زالت بأقدام اللاعب مصعب جمال. من مصعب يحاول إفياني إيزي، من إيزي هنا تحت أقدام اللاعب وقاع رمضان. وقاع رمضان يحاول، بل انقطعت هناك من اللاعب هارون أحمد، يستعيد الكرة من الكرخ ويعيدها بأقدام اللاعب روبن إكوا من سيابند عقيد. ماسيس أرتين يلعب هذه الكرة بأقدام اللاعب زانا عادل. من زانا عادل ملعوبة لروبن إكوا بوسط الملعب مرة أخرى، نقلة لكن كايو لكريست يلعبها لمصعب جمال. مصعب يحاول المرور، صعب هذا الشيء يا مصعب بأن تعدي على 3 لاعبين، لابد أن تكون هناك تمريرة وترك اللعب الفردي، ولا بد أن تلعب بطريقة جماعية. هذا إذا أردت أن تنافس وإذا أردت أن تصل لمرمى الفريق المنافس وتعدل نتيجة المباراة. فعادت بوسط الملعب، هناك روبن إكوا يلعبها ومرت هنا من جديد محاولة العبور. كريم هنا لبيتر جورجيس، من بيتر ونقلة من هارون، والكرة عدت هناك. محمد سعيد يسدد، محمد وإلى خارج أرضية الملعب. وهناك راية اللقطة الماضية كريم درويش ومحمد سعيد بعد تلك التسديدة من اللاعب محمد سعيد. اصطدمت باللاعب أنس النوادر تلك اللقطة التي غادرت أرضية الملعب. ركنية الآن لنادي توك بهذه اللحظات، بهذه الثواني المتبقية من الوقت الإضافي، وما زلنا نشاهد أحبتي. هناك تراجع اللقطة لغرفة الفار لكي تعاد، وينتظرون صافرة حكم المباراة بهذه الثواني المتبقية. نعم، يطلب استمرارية اللعب، لا وجود لشيء. والركنية الآن لنادي توك بهذه اللحظات المتبقية بعد هذه التسديدة. كانت هناك شكوك في تلك اللقطة لكنها بكتف اللاعب، ولن تكون بيده. هذه ملعوبة، الكرة تأتي العرضية هناك قريبة من اللاعب كريم درويش وإلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب كريم درويش. وصافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض نادي توك بهدف اللاعب بيار أبو بكر، اللاعب اللي سجل الهدف الأول الوحيد بمجريات الشوط الأول. أكيد سنعود ونكمل أحداث الشوط الثاني أحبتي، ولكن بعد الاستراحة القصيرة. فالنتين ستار حاول يسدد ويردها ومرة أخرى وجول أحمد صبري. ويبدو هناك يبدو هناك راية من عادة من الحارس. شوف مع التسديد ونشوفه بالإعادة، وراية وصفارة وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة لفريق نادي الحدود. شوف القرار، جول 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 جول. هذا هو هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك النجف ونفط البصرة من ركلة جزاء، وسجل هدف الأول في مباراة اليوم بالدقيقة تقريبا 6 أو 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع. لكن الكرة عدت هنا لتعود بنقلة مرة أخرى. محمد مصري يحاول العبور، لا مرت ممكن. جول 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 جول. محمد مصر يفتتح التسجيل
نعم أول أهداف المباراة لنادي القرمة في الدقيقة الخامسة. محمد مصر يستغل خطأ الحارس وغلطة الشاطر بلف عندما تكون عند اللاعب محمد مصر، فهي بهدف، هي بهدف لنادي القرمة. يستغل تقدم الحارس وخطأ من الحارس حسام مهدي، اخطأ بهذه الكرة ومحمد مصر وضعها في شباك ليعلن عن الهدف الاول لنادي القرمة. الفريق الضيف يسجل اول اهداف المباراة، الهدف الاول لنادي القرمة عن طريق اللاعب محمد مصر، يسجل اول اهداف المباراة، هدف اول لنادي القرمة. نعم اول اهداف المباراة اللاعب محمد مصر بالدقيقة الخامسة. علي حصني يحاول المرور من علي حصني بتمريرة من علي خاطئة والابعاد ياتي هنا دوحي، يحاول محمد عدنان، مرر هذه الكرة لعلي حصني، مرت ممكن الثاني، جول. لا هناك الراية، هناك الراية والتمركز السليم من المساعد حامد علي ناديتش الكلواتي. نعم هدف يحتسب لنادي القرمة وثاني اهداف المباراة. القرمة بهدفين بعد التأكد من الحالة، لن يعود ويتأكد ويعتمد هي بشرعية الهدف الثاني لنادي القرمة عن طريق اللاعب جون أوكلي، يسجل ثاني أهداف المباراة. وكنا نظن بهذا التقدم وكان متسللا، لكن بهذه الحالة نعم يأتي من الخلف ويسجل، وشرعية الهدف الثاني لا وجود. نعم هنا خط الأوف سايد والنو أوف بتدقيق وتركيز من المساعد لحكم الفار، يظهر لنا في الصورة نو أوف والأوف سايد في اللقطة الماضية، والهدف شرعي لنادي القرمة ليحتسب ثاني أهداف المباراة. هذه كرة من محمد مصر تأتي بنقلة عدت لشهاب عبد الرزاق، من شهاب رزاق عفوا شهاب لعلي حصني، مرر هذه الكرة من شهاب هناك لعلي حصني، مرت دوحي جول. محمد عدنان حطها بالمرمى، الفنان محمد عدنان يسجل ثالث اهداف المباراة لنادي القرمة من محمد عدنان دوحي. الفنان يسجل الهدف الثالث في المباراة لنادي القرمة. الضيف يقسو على صاحب الأرض بثلاثية في مجريات الشوط الأول، لكن هذه المرة من محمد عدنان ليكون النجم الفنان الذي وقع على الشباك بهدف ثالث من محمد عدنان وثالث أهداف المباراة. شاهد هنا التمريرة من علي حصني ومر وانتظر الجميع، وكانت دفاعات البصرة تظن بأنها تسلل، أرادوا ولكن هو يكسر حاجز التسلل ويسجل هدف ويتسلل لشباك الحارس حسام مهدي ويضيف ثالث أهداف المباراة. ولكن هناك الإبعاد لا تعدت هناك بتمرير محمد مصر ونقله مرت هناك من جديد، محاولة عبور جون أوكلي، جون 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 جول. جون أوكلي يسجل الهدف الرابع بالمباراة، رباعية بأربعة أهداف لنادي القرمة. القرمة يسجلون الهدف الرابع وعن طريق اللاعب جون أوكلي، والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب بمباراة اليوم. شاهد التمريرة روعة من دوحي، وصلت لمحمد مصر وجون أوكلي وضعها في الزاوية اليسرى للحارس ويسجل رابع أهداف المباراة والثاني الشخصي لجون أوكلي. 4 أهداف للقرمة لا شيء للبصرة، 4 للقرمة لا شيء لنفط البصرة ب4 أهداف. نعم جون أوكلي. نشاهد أحبتي ملعوب هذه الكرة وبالرأس الارتقاء،
ينهي الأمور. فرانك البديل، فرانك سيدريك الكاميروني ينهي آمال البصرة في الوقت القاتل. فرانك سيدريك يضرب بالخماسية، 5 أهداف باللحظات وبالدقائق القاتلة. أي يوم قاسي على نفط البصرة، وراسي ارتقاء جميل وضعها في قلب المرمى. فرانك سيدريك يسجل الهدف الخامس. الله الله الله، هذا الهيد وهذا الصعود وهذا الارتقاء الجميل من البديل الأسمراني الجميل. فرانك سيدريك يسجل الهدف الخامس. جول الحارث حاتم بخطأ من دفاعات الشرطة يفتتح التسجيل لنادي القاسم. الحارث حاتم يسجل لنادي القاسم على فريق الشرطة. هدف أول لنادي القاسم عن طريق الحارث حاتم في هدف جيد. لاحظ الخطأ من فيصل، انطلق وباليسار وفي مرمى الشرطة. الحارث حاتم يفتتح التسجيل لنادي القاسم بعكس مجريات المباراة. منتجين نادي القاسم والإنتاج يتكلم عنه الهجمة اللي استثمروها عن طريق المميز الرائع الحارث حاتم طبعا في مرمى الشرطة. كرة اللعب ركنية للشرطة عالية وجول. هدف للشرطة. القيثارة تعدل عن طريق ميمي مهند علي البديل الناجح برأسية ممتازة. لاحظ ميمي وهدف. اعتقد ايضا هناك لاعب ترك المباراة. حاول يلعب الكرة ثاني للقيثارة عن طريق البرازيلي لوكاس سانتوس بهدف الثاني. ثاني الأهداف للشرطة عن طريق البرازيلي لوكاس سانتوس برأسية بشباك نادي القاسم. القيثارة وجمهوره اسيست رائع كان من حسين علي. لاحظ الانطلاقة كانت من المواس. حسين علي بهذه اللقطة ويسأل عليها ليث معا. رأسية ذكية. ثاني أهداف لوكاس سانتوس هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى القرمة. يسجل الآن بشباك نادي القاسم. ثاني الأهداف للشرطة. أوديني من هناك النيجيري بساحة لعب الشرطة. الثواني الأخيرة عالية الحارث وجول. هدف للقاسم بهدف حاسم يا الحكيم. القاسم يعدل برأسية لكن بانتظار الفار. الحارث حاتم ثاني هدف في مرمى الشرطة. هذا القصير، هذا البكير. الله الله الله. هل هناك شيء بهذه اللقطة؟ لاحظ الحارث الله برأسية جميلة. حاتم بهدف حاسم للقاسم، بهدف حاسم لنادي القاسم. هاي مباراة تاريخية لهذا اللاعب كلاعب بديل. مشاهدة يشكل نقطة تحول ممتازة خطيرة. أوه 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 أوه
الله 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 الله، يا جمالك يا جمالك يا جمالك. أندرس جوي سدد الكرة، فهد طالب أبعد الكرة وتابعها صح وحطها صح في قلب المروة، وبالتالي مروان حسين يتقدم بالهدف الأول ما يحتفل. الكرة يلف ويدور اللاعب انور طرخات، ومرت الان بهذه الكرة من حميد يحاول، رشيد يحاول، ممكن الان جول. السفانة يسجلون عن طريق اللاعب أندريه الصناطي، يسجل أول أهداف المباراة لنادي الميناء لصاحب الأرض من اللاعب أندريه. الآن الصناطي يسجل أول أهداف المباراة، الهدف الأول بالمباراة، يفتتحون التسجيل. أندريه الآن الصناطي يسجل أول أهداف في المباراة. هذا اللاعب اللي سجل في شباك الكرخ، شاهد التمريرة وشاهد الصناطي متواجد هنا. تمريرة حميد رشيد، حميد حاول تلاعب بدفاعات الزوراء وخادعت الجميع، وهو كان ينتظر ويقف خلف المدافعين. وهنا أندريه الصناطي يسجل أول أهداف المباراة، هدف أول لنادي الميناء من الصناطي، أول أهداف اللقاء. هدف. نصل إلى الدقيقة 75، ربع ساعة متبقية عن النهاية. على عباس، على يتقدم على عباس ويسجل للقوة الجوية. جول للسقوط. على عباس يسجل للقوة الجوية أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة في مرمى الكرخ من ركلة جزاء. القوة الجوية يسجل عن طريق على عباس القادم من الزوراء للقوة الجوية، يسجل أول أهداف المباراة. هدف للقوة الجوية في مرمى الكرخ، هدف للقوة الجوية في مرمى الكرخ. لاحظ الإعادة وذهب باتجاه الكرة حسين حسن، كان قريب جدا حسين حسن من الإنقاذ. ركلة جزاء القوة الجوية من علاء عباس، لكن لامست حسين حسن ومرت إلى الشباك ليسجل علاء عباس أول أهداف المباراة. ثاني أهدافه بعدما سجل على نفط البصرة، يسجل الآن في مرمى الكرخ. مصعب اللي قدم شوط أول ممتاز. مصعب جمال ممكن يعدل الآن الكرخ، ممكن يعدل مرمى مصعب، وهدف تعادل. جول للكرخ، يتوج مجهوداته مصعب جمال بهدف جميل. أي جمال من مصعب جمال، أي جمال من مصعب جمال، يدرك التعادل لنادي الكرخ بهدف جميل، مرور جميل وهدف جميل عن طريق الجميل مصعب جمال. أي جمال من مصعب جمال بهدف رائع في مرمى الصقور، في مرمى القوة الجوية. يعدل النتيجة مصعب جمال للكرخ. هدف تعادل الآن. الكناري يعدل في مرمى الصقور. لاحظ مر بهذه الطريقة الجميلة وسجل في الزاوية اللي يتواجد فيها حارس المرمى محمد رحيم. الله على مصعب جمال، لاعب مهاري، لاعب ممتاز، لاعب ممتع، لاعب مقنع، وهذا مصعب جمال يسدد بقوة. للأندية الخسارة، ولكن واقع كرة القدم يفرض علينا بأنه كرة القدم فيها فوز وخسارة وتعادل، ولكن الكلمة تكون لمن يستغل الفرص. هنا كرة عن طريق تيلس خطيرة، جول. هدف للكهرباء الآن، هدف عن طريق مرتضى هديب، يسجل لمصلحة الكهرباء. لاعب خط الوسط في الدقيقة 30 يستطيع أن يسجل، ويسجل أول أهداف المباراة بالنسبة لفريق الكهرباء يتقدم ويسجل عن طريق مرتضى هديب. هذا مرتضى هديب، ولكن كل العمل بالنسبة للاعب البرازيلي روان تيليس بمرور ممتاز، هي الكرة العرضية ولاعب غير مراقب، وبالتالي لم تكن تغطية دفاعية محكمة من قبل مدافعي الفريق.
هنا تنطلق صافرة حكم المباراة الكابتن حامد علي لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري نجوم العراق. نادي الكرخ الفريق الذي حل ضيفا تلقى هدف في الشوط الأول ويسعى لتعديل نتيجة المباراة من خلال مجريات الشوط الثاني من مباراة اليوم. هناك نقلة للأمام وتتخلص يأتي الإبعاد. صافرة حكم المباراة وخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية هنا لمصلحة نادي الكرخ. كريست يلعبها وعادت هنا من المدافع محمد سعيد. محمد سعيد ملعوبة الكرة وهناك خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. سلامة اللاعب محمد سعيد. بعد هذا التدخل يطالب حكم المباراة. شاهد هذه الإعادة ما بين اللاعب إفياني إيزي ومحمد سعيد. في وسط الملعب هارون، من هارون أحمد يلعب انقطعت لمصلحة نادي الكرخ. للكناري يبحث عن التعويض وتعديل نتيجة المباراة. تعود مرة أخرى، هذا روبن إكوا من روبن لزانا عادل لروبن، ملعوبة الكرة من هارون، يلعب زانا عادل باتجاه اللاعب محمد سعيد من الجهة اليسرى. محمد سعيد للاعب كريم درويش وبيوسط الملعب لزانا عادل. زانا عادل للاعب كريم من كريم درويش. مرت الكرة لمحمد سعيد وقريبة من داسيل فالاريا، تترك الكرة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. كما ذكرت الفريقين قادمين بالتعادل. الكرخ تعادل أمام القوة الجوية بهدف لبتلة، ونادي توك أيضا تعادل أمام نادي زاخو بهدفين مقابل هدفين، واليوم يطمح لتحقيق النقاط الثلاثة، سواء كانت النقاط الثلاثة لمصلحة الفريق الضيف لنادي توك أو يا ترى ستكون لنادي الكرخ الفريق الذي حل ضيفا بهذه المباراة هنا بملعب توك أمام صقور الجبال. وحتى الآن نادي توك المتقدم بهدف مقابل لا شيء. نعم، توك يلعب في بطولة كأس الخليج للأندية الخليجية وتغلب على نادي أهلي صنعاء في أولى مبارياته في دوري أبطال الخليج للأندية بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء هنا بهذا الملعب. واحدة من أجمل المشاركات الخارجية لنادي توك، قدم يومها مباراة جميلة، واليوم يلعب المباراة السادسة في دوري نجوم العراق. هو الموسم الماضي احتل المركز السادس في دوري نجوم العراق. نعم، كان في المركز السادس، لعب 38 مباراة، فاز ب 15 مباراة وتعادل ب 15 مباراة، خسر 8 مباريات، استطاع أن يجمع 60 نقطة، سجل 41 هدف بينما استقبل الشباك 31 هدف الموسم الماضي. نادي الكرخ كذلك احتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري نجوم العراق، فاز ب7 مباريات فقط وتعادل ب 18 مباراة بينما خسر 13 مباراة، وأيضا سجل 36 هدف واستقبل الشباك 45 هدف واستطاع أن يجمع 39 نقطة. الإبعاد حاضر، تتخلص الآن في وسط الملعب هناك لمحمد سعيد، لمحمد سعيد لبيتر غورغيس، هذه بنقلة عادت هناك من زانا، يلعب لروبن إكوا باتجاه اللاعب بيتر، البحث عن زميل، وتعود هناك من هارون، يعيد الكرة اللاعب بيار أبو بكر صاحب الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن،
يلعب لماسيس. أرتين بنقلة طويلة باتجاه اللاعب كريم، أو ستصل هناك للاعب بيتر، وانقطعت هنا بوسط الملعب للاعب يونس. حاول، هذا هو كاع، وهناك لاعب يونس غني. لابد أن تكون هناك تغييرات عند المدرب هيثم شعبان. عند هناك في الدكة اللاعب أحمد صلاح، عند جاسم محمد عقلة، عند جعفر عبيس، عند محمد عبد الرحمن، عند حسن علي، مجتبى صالح. هذه تغييرات المدرب ممكن أن تكون حاضرة من المدرب هيثم شعبان، وممكن أن تكون هناك لمسعود ميرال بيسجل لاعب ذو الفقار يونس عبد علي، وعند هناك نجم شوان وريباز وأكو حزير وعلي محسن يبور. فريق هذه الأسماء غياب اللاعب زاكري، وأيضا موسيس لوكاس البرازيلي عن مباراة اليوم. نقلة هناك من أنس النوادر، وملعوبة هناك من اللاعب عمر نوري، مرت لمصعب جمال يلعبها، وعدت الآن يا مصعب منقول الكرة هناك من لاريا البرازيلي، حتى عادت هناك بيتر جورجيس يحاول بالقميص رقم 7 لروبن اكوا، يلعبها لمصلحة نادي توك. هذا هو من يحاول بهذه اللحظات. انقطعت من كريم درويش وابعدت من عمر نوري بوسط الملعب، عادت للاسمراني. روبن يتراجع للخلف والكرة تحت اقدام اللاعب زان عادل لمحمد سعيد، والى خارج ارضية الملعب. قالت يا محمد سعيد، الكرة غادرت ارضية الملعب يا محمد سعيد. لا زالت هذه المحاولات مستمرة من نادي توك. مصعب وأنس من أنس النوادر يلعبها، هذا ايزي حاول، وهناك خطأ باللقطة الماضية على اللاعب محمد سعيد. الخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. نقلة هناك بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب، وتشتيت بهذه المحاولات مستمرة حتى الآن. بعد فوز القوى الجوية يقفز للمركز الثاني مؤقتا بعد فوز الشرطة، أصبح في صدارة الترتيب لدوري نجوم العراق ب 14 نقطة. وكذلك انتظرنا مباراة نادي نفط ميسان، في حال إذا حقق الفوز على نادي الكهرباء أكيد سيقفز للمركز الثاني بدلا من القوة الجوية. وهذه المرة عدت الآن. إيسي يحاول، إيفياني إيسي تأتي العرضية، وهنا بالراس وصلت لمحمد صالح. رأسية اللاعب مصعب جمال، رأسية اللاعب مصعب جمال باللقطة الماضية وصلت للحارس محمد صالح. كذلك النفط بعد الخسارة أمام الشرطة تجمد رصيده ب 11 نقطة. والقرم الذي يحتل المركز الخامس بعد الفوز على نادي القاسم، زوراء في المركز السابع، وكذلك زاخو الذي احتل المركز الثامن، بينما كربلاء في المركز العاشر والكهرباء بالمركز التاسع. هذه عادة الآن، هناك نقلة من جديد، ولا زالت هذه المحاولات مستمرة حتى الآن. في حال إذا حقق فوزه بهذه المباراة سيقفز المركز الثالث عشر نادي توك، ويتجمد رصيد نادي الكرخ بالمركز السادس عشر. لكن الأمور لا زالت مستمرة. الكرخ يبحث عن هدف حتى يعود بالمباراة ليعدل نتيجة هذا اللقاء من خلال مجريات الشوط الثاني لمباراة اليوم. نعم، نادي توك تقدم بهدف، ولكن الكرخ يسعى لتحقيق تعديل نتيجة المباراة. وصلت الآن، فعدت الكرخ في الجولة السابعة سيواجه نادي كربلاء هناك بملعب الكرخ
فعادت الكرة لمصلحة نادي الكرخ. وقاع رمضان، يحاول رمضان الآن يا وقاع، انقطعت من وقاع رمضان وتعود لدفاعات نادي توك. من توك وصلت الكرة هناك كذلك نادي توك. مباراته أمام الشرطة في الجولة السابعة تأجلت، أن مباراتين ستكون مؤجلة في الجولة السابعة، مباراة نفط ميسان والقوة الجوية، ومباراة الشرطة وتوك أيضا تم تأجيلها. هذه كرة تعود هناك لمحمد سعيد، من محمد سعيد، وعادت الكرة هناك لبيار أبو بكر صاحب الهدف الوحيد بالمباراة. أمامية مرت هناك من الجهة اليمنى للكتيبة الصفراء لصقور الجبال، انقطعت وبوسط الملعب أنس النواتر يلعبها هنا لإيسي، هو تراجع للخلف وخطأ خطأ الآن بوسط الملعب لمصلحة اللاعب ثياني إيزي بعد التدخل بالكرة الماضية. واضح بالصورة حكم المباراة الكابتن حامد علي هو من يضبط هذا اللقاء. شاهد بالإعادة كانت هناك صافرة وكان الخطأ لمصلحة اللاعب ثياني إيزي من الحارس محمد صالح لمحمد سعيد. نقلة كادت أن تصل للاعب الشرقي وهناك مصعب يحاول، انقطعت من مصعب وعادت الكرة لمصلحة اللاعب هارون أحمد، وعدت للاعب زانا يلعبها الآن لمحمد سعيد، من محمد سعيد نقلة تعود لزانا عادل. زانا بهذه اللحظات يعيد الكرة لماسيس، ماسيس أرتل مرت، ممكن التعادل يأتي من مصعب جمال. لا يا جمال، لا يا مصعب جمال، ماسيس تدخل ومصعب جمال أضاع جمال الهدف الذي كاد أن يعدل النتيجة. ضاعت يا مصعب جمال، وأفقدت جمال اللقطة الماضية يا مصعب جمال. وهناك خيار واضح عند المدرب هيثم شعبان. مصعب جمال أضاع كرة على طبق من ذهب في الشوط الأول، وعاد ليتكرر هذا السيناريو مرة أخرى هنا في الشوط الثاني. شاهد هذه المحاولة، هو خطف الكرة من المدافع وعد، لكن أضاع هذه الكرة مصعب جمال. شاهد هو مر بطريقة جميلة، لكن لعب الكرة عالية وبعيدة جدا على مرمى الحارس. كادت من الممكن أن تكون هناك في الزاوية البعيدة أو بتسديدة أرضية أن تعيد المباراة للتعادل الإيجابي، إنها ضاعت إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب مصعب جمال. سلامة للاعب ماسيس أرتين، سلامة اللاعب حتى الآن. وعدة مواجهات جمعت الفريقين. هذا اللقاء رقم 21 ما بين الكرخ ونادي توك، الأكثر فوزا خلال المواجهات التي جمعت الفريقين هو نادي توك، حقق الفوز ب 11 لقاء، والكرخ فاز ب5 لقاءات، بينما حضر التعادل ب4 لقاءات خلال مواجهات الفريقين. والفقار على ما يبدو سيشرك الآن. ملعوبة الكرة، عادت هنا نقلة طويلة، شابند يلعبها والابعاد تتخلص من اللاعب أنس النوادر. خلص الكرة أنس النوادر إلى خارج أرضية الملعب. سيشرك يونس، هذا ذا الفقار يونس، وعلى ما أعتقد باشان عبد الله. هذا الثنائي سيشرك من قبل المدرب مسعود ميرال، وعلى ما يبدو كريم درويش والشرقي هم من يتركون أرضية الملعب.
هناك للأمام نقلة انقطعت. كريست يلعبها كريست يحاول الكونغولي وهذه الكرة للبرازيلي. لاريا لأنس النوادر، من النوادر لعمر نوري. عمر نوري هناك باتجاه لاعب كايو، مرت لكايو تصل بنقلة طويلة خاطئة الآن بوسط الملعب. يونس غني يحاول والكرة لا لم تصل لهارون. هنا من يحاول زانا، عادت من زانا لروبن. إكوا يلعبها ماسيس إلى خارج أرضية الملعب. هناك تبديل في صفوف نادي توك. نعم الآن من يغادر أرضية الملعب محمد سعيد هو من يترك أرضية الملعب ويشرك اللاعب بالفقار يونس عابد علي. هذا نجل الكابتن يونس عابد علي، لاعب منتخبنا الوطني السابق، واحد من اللاعبين المميزين ولاعب نادي الشرطة. كذلك اللاعب باشان عبد الله سيشارك الآن بهذه اللحظات. تغيير ثاني للمدرب مسعود. الآن نشاهد أحبتي الشرقي البحري كذلك احترق أرضية الملعب. تغييرين، دفعة واحدة من المدرب مسعود نيرال. ولازلنا نشاهد أحبتي هناك كلام ما بين حكم المباراة في اللقطة الماضية، وكانت هناك بطاقة صفراء على اللاعب هارون، لكن حكم المباراة أصر وأشهر البطاقة الصفراء. دعك من الكلام مع حكم المباراة، ركز في مباراتك واطمح بأن تقود فريقك، لكن الكلام لا جدوى من الكلام مع حكم المباراة، فهو من يستطيع إذا خالفت الأمور وقوانين اللعبة فأكيد سيشهر البطاقة الصفراء أو ممكن أن تؤدي ببطاقة حمراء. هذه وصلت. لا نريد أن نشاهد هكذا أمور يا شباب في مباراة لكرة القدم. مثل هكذا مباراة فيها المتعة حاضرة، فيها الحماس، فيها الجماهير تشاهد، وهناك من يترقب ويتابع أحداث هذه المباراة لحساب الجولة السادسة. لازلت أنت متقدم بهدف وهناك من يسعى لتسجيل هدف آخر، بينما هناك لاعب سقط على أرضية الملعب وحكم المباراة يطلب استمرارية اللعب حتى عادت الآن بنقلة وصلت لي لاعب بيار أبو بكر يلعبها، ونقلة هناك من أكو يحاول، بينما عدت وطالت على اللاعب باشان عبد الله. ضاعت الكرة الماضية وتستمر المحاولات ما بين صقور الجبال والكناري، بين توك والكرخ. الكرخ الذي يسعى أحبتي من أجل التعديل في الشوط الثاني لهذه المباراة، ومن خلال مجريات هذا الشوط هل يحاولون ويصلون، بينما توك عن طريق اللاعب يونس وهناك باشانغ واللاعب كريم درويش. هذه عدت بعد ما غادر أرضية الملعب محمد سعيد والشرقي البحري، ومن غادروا أرضية الملعب. ماسيس أعاد الكرة للحارس وقع رمضان يتابع، بينما محمد صالح والكرة مبعدة هناك بوسط الملعب. زانا لروبن، روبن أعاد الكرة لماسيس آرتين، ماسيس يلعبها هناك بنقلة من ماسيس ولا زالت الكرة مستمرة. سيابند عقيد عادت لماسيس بوسط الملعب لروبن، روبن أكوا عادت للحارس محمد صالح، من محمد صالح تنقطع، ممكن الآن بهذه اللحظات ممكن يا وقاع، لا هي عادت يونس غني، كاد على اللاعب يونس أن يمر الكرة والإبعاد يأتي تتخلص هنا بالرأس حتى عادت بوسط الملعب مرة أخرى. محمود يحاول مهند، محمود أبو طه بهذه اللحظات من مهند محمود لروبن، أكوا بوسط الملعب، هناك نقلة
لكتيبة تهوك. من تهوك وعدت هناك مرة أخرى هي لنادي تهوك. بهذه النقلة تصل من جديد لمصلحة نادي تهوك. غياب اللاعب حمزة عدنان كان في الجهة اليسرى يؤثر وأيضا مؤثر وقيادته للهجمات ونزعاته الهجومية. وهنا مرت يحاول يعني من ايزي الى الحارس محمد صالح. محمد صالح متواجد يخطف الكرة من امام اللاعب يعني ايزي باللقطة الماضية. هذه ملعوبة الان هنا زانا يحاول. زانا عادل. زانا يقود هجوم لمصلحة نادي تهوك بوسط الملعب. عادت الكرة ونقلة هناك من كريم لزانا تعود يلعبها باتجاه لاعب هارون. من هارون للجهة اليمنى بيتر جورجيس يحاول يسدد بقوة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. تسديدة اللاعب بيتر جورجيس غادرت أرضية الملعب. فهذه المحاولات هي مستمرة. وبعد التسديدة الماضية التي غادرت أرضية الملعب لا زال نادي تهوك يطمح لتسجيل هدف ثاني بهذه المباراة. وحتى هذه لحظات التقدم بهدف مقابل لا شيء. فهل ينجح نادي الكرخ ويعدل نتيجة المباراة ويعود بنقطة ثمينة من هذا الملعب، أو يتقاسمون نقاط مباراة اليوم، أو ستكون النقاط الثلاثة بجعبة المدرب مسعود ميرال ويكون الانتصار الثاني لفريق تهوك بهذا الموسم من خلال الجولة السادسة؟ نشاهد. أو يكون هناك التعادل يفرض نفسه بهذه المباراة. عدت هي ممكن الآن بهذه المحاولة دخول هنا لبيتر جورجيس يحاول يتراجع بنقله للاعب زانا عادل. زانا يلعبها مرت الكرة لهارون ممكن جول والابعاد ياتي من عمر نوري تتخلص روبن. وهناك راية من المساعد أمير عباس. راية المساعد أمير عباس باللقطة الماضية. شاهد هذه الإعادة. نعم ونظرات للمدرب. لازلنا نشاهد. ذاك هو الكابتن مسعود جعفر عبيس على ما يبدو الآن هو من يشرك بدلا من اللاعب لاريا دا سيلفا. لاريا هو من يترك أرضية الملعب. هذه نقلة والإبعاد تتخلص الآن بزج اللاعب جعفر عبيس. هل تتغير نتيجة المباراة من 1-0 وتكون 1-1؟ ممكن، فكل شيء وارد في كرة القدم. أو ممكن أن تكون بهدفين دون رد أو بهدفين مقابل هدف، أو ممكن أن تتغير الأمور لمصلحة الفريق الآخر. فتوقع كل شيء وارد في كرة القدم. بلحظة وأخرى تأتي الأهداف. فكرة القدم لا تؤمن ولا تؤتمن. بلحظة تأتي الأهداف. شاهد الآن بهذا المستوى وبهذا التقدم نادي تهوك يبحث عن هدف ثاني. ونادي الكرخ الذي يسعى ويتكاتف من أجل العودة للمباراة بهدف يعدل النتيجة. هناك سيابند عقيد عادت لوسط الملعب من هارون أحمد. يعيد الكرة لبيار أبو بكر لزانا عادل. زانا عادل عادت من زانا لبيار أبو بكر. بيار يلعبها مرت الآن وعدت الكرة لا زالت مستمرة لمصلحة نادي تهوك. ممكن بهذه اللحظات هذا كريم درويش وحسين حسن. وهناك راية والتسلل على اللاعب كريم درويش. باللقطة الماضية كريم كان متسلل. فعدت هناك ايزي وماسيس قريب لبيار أبو بكر لروبن إكوا. روبن يلعبها بهذه التمريرة لزانا عادل ملعوبة من جديد. هي عدت هي مرت الآن محاولة لذو الفقار وسدد بقوة. نعم والتصدي من حسين. ذو الفقار سدد. ذو الفقار يونس
عابد علي يا ذو الفقار، هل يذكرنا هذا الأسمراني بالغزال الأسمر يونس عابد علي وأهدافه الجميلة؟ هل يكون على خطى والده ذلك الهداف الكبير في دورينا؟ فعادت مرة أخرى ونقلة هناك للاعب سياباند عقيد. هذه الكرة لبيتر غورغيس، وصلت من هارون، تغيير مسار الكرة هنا للجهة اليسرى من اللاعب بيار، وبوسط الملعب يونس غني. هذا يونس غني يتراجع البعض عن زميل، يعيد الكرة لأنس النوادر، من أنس النوادر أعاد الكرة لعمر نوري لكايو، كايو لعمر، عمر نوري بنقله من عمر نوري بالراس، وبعدت الكرة وهنا تحت اقدام اللاعب ماسيس روبن واللاعب ايسي وروبن باللقطة الماضية. هذا ذو الفقار، يونس خلص الكرة إلى اللاعب كريم لذو الفقار، عدى ذو الفقار يونس وانقطعت من مصعب جمال، يتراجع للخلف، يقطع الكرة من اللاعب ذو الفقار يونس، تعود هنا للاعب أنس النوادر من أنس، وهناك خطأ لمصلحة اللاعب أنس النوادر باللقطة الماضية. الأخطاء تعيق سير المباراة، وعلى ما يبدو سيكون هناك تغيير آخر. ريباز رحيم يشرك الآن، ريباز بدلا من اللاعب بيتر غورغيس. بيتر غورغيس يترك أرضية الملعب وزج اللاعب ريباز رحيم. بيتر وسط هذا التصفيق والتشجيع من جماهير توك، يترك أرضية الملعب، وريباز هو البديل بهذه الدقائق المتبقية من أحداث المباراة. عدت هناك نقلة ممكن التعادل، جول! جاء التعادل، جعفر عبيس البديل. نعم، يعدلون نتيجة المباراة. غرد الكناري هنا بملعب توك، يعدلون نتيجة المباراة، وجعفر عبيس يعدل نتيجة المباراة لنادي توك. وهنا جماهير حاضرة تؤازر الكناري، غرد بلحن الانتصار، عاد في المباراة ليعدل نتيجة اللقاء. جعفر عبيس يسجل أول أهداف هذا الموسم، اللاعب جعفر عبيس في شباك نادي توك. شاهد هنا الإعادة بعد ما مرت، بعد الأسيست الجميل وتلك الراسية، وجعفر عبيس بذكاء رفع الكرة جميلة من فوق الحارس. ماسيس حاول ومحمد صالح حاول، ولعبها بذكاء بطريقة عالمية احترافية لجعفر عبيس بذكاء. جعفر يسجل هدف التعادل. شاهد بهذه النظرات كأنها فيها رسالة لأحمد عبد الجبار ولهيثم شعبان، يقول لا يا هيثم، أنا جعفر، أنا من يعدل وأنا من يسجل. وهو الآن يثبت للجميع بأن جعفر عبيس حاضر لكي يعدل نتيجة المباراة للكناري، وجعل الكناري يغرد في المباراة بهدف التعادل. 1 لنادي الكرخ، 1 لنادي توك. وكذلك هناك تشيك فار للتأكد، تشيك جول عفوا، للتأكد من شرعية الهدف في اللقطة الماضية، والكلام ما بين الكابتن أحمد عسكر والكابتن علاء عباس. هناك مع حكم المباراة الكابتن حامد علي. الهدف نعم في كل حالة للهدف يتم هناك التأكد من اللقطة وتعاد أمام حكام الفار للتأكد من شرعية الهدف إذا كانت
بطريقة سليمة ويحتسب الهدف الأول، وأحيانا يلغى الهدف بعد أن سجل الهدف التعادل لنادي الكرخ. لا زال حكم المباراة ينتظر المعطيات من قبل حكام الفار وهم يترقبون أحبتي هذا اللقاء رقم 21 خلال لقاءات الفريقين. ذكرنا نادي توك حقق الفوز ب11 لقاء والكرخ فاز ب5 لقاءات من اللقاءات التي جمعت الفريقين. في موسم 2001 فاز نادي توك على الكرخ 3-1 وبنفس الموسم أيضا فاز 1-0. في موسم 2002 تكررت هذه النتيجة 3-1 لنادي توك. نعم أحبتي تبقى هنا الهدف شرعي والتعادل يعيد المباراة لتكون كفة بكفة، 1 لنادي توك 1 لنادي الكرخ. انتقلت الكرة وهناك بوسط الملعب جعفر عبيس البديل عدل نتيجة المباراة لنادي الكرخ، وهذه نقلة وصلت الآن ذكرتها منذ لحظات ودقائق مضت. ممكن أن يكون كل شيء، ممكن أن تتغير المعادلة للمباراة، ممكن أن يكون هدف ويعدل النتيجة. جاء التعادل والآن أصبح الفريقين يلعبون على هدف الفوز وعلى النقاط الثلاثة. حتى الآن توك والكرخ حبايب، 1 للكرخ 1 لنادي توك، والمباراة مستمرة بهذا التعادل. إذن حتى الدقيقة 77 نقطة للكرخ وهدف، ونقطة وهدف لتوك صاحب الأرض. بهذه الدقائق المتبقية من ينجح ويخطف النقاط الثلاثة، من سيقفز بسلم الترتيب. وبشانق عبد الله انقطعت لتعود مرة أخرى. هناك نقلة وصلت لي بالفقار يلعبها بهذه اللحظات من اللاعب زان عادل وإلى خارج أرضية الملعب. قالت إلى خارج أرضية الملعب، ركنية الآن لنادي توك لصقور الجبال. لتوك يحاولون الآن يسعون من أجل هدف ثاني. هذه الركنية لنادي توك بالبحث عن هدف ثاني بهذه المباراة. كرة ملعوبة، الإبعاد يأتي بالرأس، يونس أبعتها من يونس غني وفياني إيسي يحاول أن يعدي يخطف الكرة. فياني بهذه الخطأ يستغل هذا الخطأ الثاني 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 جول! إفياني إيسي يسجل الهدف الثاني. إفياني إيسي والهدف الثاني للكناري. نعم انقلبت الأمور، ريمونتادا عادت للكناري، يسجلون الهدف الثاني عن طريق اللاعب إفياني إيسي، يسجل ثاني أهداف المباراة. تغيرت المعادلة للمباراة وإفياني إيسي يسجل الهدف الثاني للكناري. غرد الكناري الأسمراني بملعب توك، يتحدون الصقور. مر خطف الكرة من المدافعين، خادع الحارس وجعلهم يركضون خلفه ويسجل نعم الغزال الأسمر إفيان النيجيري يسجل الهدف الثاني بالمباراة. 2-1 للفريق الضيف. إفياني إيزي أضاف الهدف الثاني بالمباراة بعد ما سجل في شباك الميناء، يسجل الآن في شباك توك اللاعب إفياني إيزي، وأصبحت الآن نتيجة المباراة 2-1. نترقب نشاهد متعة هذا اللقاء، ولا زالت المباراة مستمرة بهدفين مقابل هدف. نعم أحمد، إفياني أضاف الهدف الثاني، وشاهد الحصلة هنا وخيبة الأمل اللاعب بيتر جورجيس باللقطة الماضية. لازلنا نشاهد حتى الآن
فعادت الكرة هناك في وسط الملعب، نقلة هناك للأمام، وصلت 2 للكرخ 1 لنادي توك. تغيرت الأمور لمصلحة الفريق الضيف، وما زلنا نترقب الآن. أصبح صاحب الأرض يبحث عن هدف لكي يعدل نتيجة المباراة. على الأقل 9 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي، وهناك الحسين حسن. هل يعود نادي الكرخ للعاصمة ب3 نقاط أو تكون النقاط ال3 هنا تعود ليتقاسمون بها من جديد بهذه المباراة؟ وصلت هناك مرة أخرى، نشاهد الآن، نترقب، وتعود مرة أخرى. هذه عادت. هنالك كريست يلعبها عمر نوري، من عمر نوري ملعوبة الكرة هناك باتجاه اللاعب جعفر عبيس. ينتظر جعفر ويعيد الكرة من جعفر هناك مرة أخرى، يحاول. لا، مر يا مصعب بهذه التمريرة، ممكن يا جعفر، وهناك هدف 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 يا جعفر عبيس. نعم، لا، والهدف الثالث في المباراة، الهدف الثالث، وكان هناك من يطالب حكم المباراة وثالث أهداف اللقاء جعفر عبيس البديل. نعم، يضربون بالثلاثية، 3 أهداف للكناري، ثلاثية للكناري. جعفر عبيس البديل سجل هدفين في المباراة. ريمونتادا لنادي الكرخ للكناري. بالمباراة أصبحت 3 أهداف مقابل هدف، وهذه اللقطة الجميلة لجعفر عبيس بعد ما أضاف الهدف الثالث في المباراة. شاهد هنا التحرك، وهنا المرور، وهنا العبور. هل كان هناك فيها لمسة يد أو هناك خطأ؟ لكن جعفر عبيس أسكن الكرة الشباك واحتفل بالهدف الثالث في المباراة. نشاهد ونترقب 3 أهداف مقابل هدف، 3 للضيف، وكذلك هدف لصاحب الأرض. شاهد احتفال اللاعب جعفر عبيس مع اللاعب محمد عبد الرحمن باللقطة الماضية. هنا تغيير آخر، روبن إكوا ترك أرضية الملعب اللقطة الماضية. لازلنا نترقب أحبتي، وأيضا الكلام ما بين حكم المباراة وهناك الحكام بغرفة الفار للتأكد مرة أخرى. كنا كذلك نتحدث عن معطيات ومواجهات الفريقين. هذه عادة، نعم، 3 أهداف مقابل هدف، وهدف شرعي لا وجود لشيء بعد أن تأكد الحكام بغرفة الفار، و3 أهداف مقابل هدف وحيد لنادي توك بعد أن تقدم في الشوط الأول بهدف، وحتى الدقيقة 73 كان توك متقدم بهدف وحيد بعدما اشترك اللاعب جعفر عبيس، خربط أمور الدفاعات لنادي توك واستطاع أن يسجل هدفين، واللاعب إيزي سجل هدف حتى أصبحت نتيجة المباراة ب3 أهداف مقابل هدف. هذا مصعب جمال، واضح بالصورة مصعب جمال. هل يعود الكناري بهذه المباراة؟ نشاهد أحبتي، ترقب، وكذلك يشرك اللاعب محمد مصطفى اشترك بدلا من اللاعب وقاع رمضان. بدأ الآن الكابتن هيثم شعبان بتعزيز خط الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة بهذه الدقائق. وهل ينجح نادي الكرخ بتحقيق هذا الفوز الثمين ب3 أهداف و3 نقاط
يعود بها للعاصمة بغداد، وعادت هناك محاولة في وسط الملعب بعد أن كان متأخر بهدف، يقلب تأخره إلى انتصار وإلى تقدم ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. أحيانا تكون قراءة المدرب للمباراة وما تحتاج المباراة وما يحتاج فريقه حتى يغير نتيجة المباراة. هو احتاج لجعفر عبيس، وأشرك هذا اللاعب في الوقت المناسب حتى عدل نتيجة المباراة وضاعف نتيجة المباراة وجعل فريقه يكون في مقدمة المباراة، وأصبحت النتيجة بعد أن اشترك هذا اللاعب تحرك إفياني بأريحية، وأصبح اللاعب جعفر عبيس يشغل مدافعين الفريق الآخر نادي التوك وسجل. هذا سجل والآخر سجل هدفين. الكرة ملعوبة هنا الإبعاد تتخلص ونقلة من جديد هناك بوسط الملعب، محاولة العبور عادت الآن لنادي توك. من توك بعد هذا الأداء وبعد أن غادر الشرقي البحري وغادر بيتر جورجيس، وهنا المحاولة تستمر هناك بنقلة روبن، تسديدة جول، لا ضاعت الكرة، هناك غادرت أرضية الملعب يا كريم درويش. نظرات للمدرب هذا هو مسعود ميرال، وخسر هنا أمام الزوراء وكذلك خسر أمام أربيل. واليوم بعد أن كان متقدما بهدف أصبح الآن يعاني وينتظر فريقه بأن يقلص نتيجة المباراة. فهل ينجح ويقلص نتيجة المباراة؟ هذه كرة ملعوبة، هناك نقلة عدت للأمام لمصلحة اللاعب روبن. أكوا يلعبها، مرت من كابتن الفريق وتتخلص إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب وتستمر نتيجة هذه المباراة بهذا التقدم. أحبتي تحدثنا عن تفاصيل بقية المباريات وعن مجريات هذه المباراة والمعطيات التي جمعت الفريقين وعن النتائج السابقة التي مضت وانتصارات الفريقين. حدثنا عن انتصارات نادي توك. بهذه اللحظة انقطعت كريات الإبعاد تتخلص وهناك نقل. كان فاز توك ب11 لقاء وحضر التعادل ب4 لقاءات. هل يكون الانتصار السادس لنادي الكرخ على حساب نادي توك من خلال المواجهات التي جمعت فريقين؟ زانا عادل يلعبها بالتمريرة، هنا تأتي العرضية من اللاعب البديل، حاول بتلك الكرة ريباز رحيم، وهناك نقلة أخرى تصل من جديد للاعب محمود لجعفر. جعفر تتهيأ، هناك من اللاعب إيزي إفياني، إيزي للاعب جعفر عبيس يحاول من جعفر الكرة هناك للاعب ماسيس وصلت الكرة يا ماسيس لتعود مرة أخرى. هناك من جديد عدت الكرة بنقلة طويلة للهب الأصفر، يحاول عن طريق اللاعب، هذا هو ضاعت على اللاعب ريباز رحيم باللقطة الماضية. يا ريباز رحيم فازت هوك في موسم 2013 2-1 يوم سجل علاء عبد الزهر هدفين وعماد محسن سجل الهدف الوحيد لنادي توك. وبموسم 2014 وموسم 2015 فاز ايضا 1-0 وسجل محمد كوفي بموسم 2014، وبموسم 2015 سجل احمد الدوني بتلك المباراة. وايضا تشاهد هناك نتائج اخرى لنادي الكرخ بموسم 99-2000، نعم 1-0 لنادي الكرخ، وايضا بموسم 2003 1-0 كذلك لنادي الكرخ. واكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين هي 4-0 بموسم 2011 يوم سجل مصطفى محمد هاتريك بتلك المباراة، وسجل اللاعب جواد كاظم الهدف ايضا الرابع بتلك المباراة. بموسم 22
فاز أيضا نادي الكرخ 2-0 يوم سجل نهاد محمد وصهيب رعد، بينما بآخر لقاء سجل اللاعب أبو بكر جبريل الهدف الوحيد خلال لقاءات الفريقين. واليوم تشاهد هنا نادي الكرخ بملعب توك يتقدم ب3 أهداف وغير نتيجة المباراة من خاسر إلى متقدم. نعم كان هو متأخر بهدف حتى الدقيقة 70، وبعد أن سجل لاعب جعفر عبيس هذه تسديدة علي محسن من مكان بعيد وإلى خارج أرضية الملعب، طالت يا جعفر ونقلة هناك للأمام. 9 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث المباراة. بهذه الدقائق المضافة نلعب نادي الكرخ متقدم ب3 أهداف خارج أرضه أمام نادي توك بأرضه وأمام جماهيره لحساب الجولة السادسة حبة من منافسات دوري نجوم العراق. وهناك لروبن يحاول الآن، يلا مرت ولا زالت لنادي توك، من توك لصقور الجبال، حاولوا وابتعدت الكرة هناك إلى خارج أرضية الملعب. طالت الكرة الماضية وماسيس يلعبها الآن، الإبعاد والكرة بالراس أيضا تغادر أرضية الملعب. شاهد كل ما يجري وما يدور بندية هذه المباراة هو الآن البحث عن هدف يقلص نتيجة المباراة. بعد ما كانت هوك هو المتقدم، هو المسيطر في المباراة، هو المتقدم بهدف، لكن جعفر عبيس واللاعب ايزي غيروا نتيجة المباراة وعاد عبيس ليعمق جراحات نادي هوك بهدف ثالث. هذه كرة وصلت الآن، عادت هناك، نعم هذه الكرة بوسط الملعب وبمحاولة عادت لمصلحة نادي التوك. هناك لصقور الجبال، هذا هو زانا عاتل، انقطعت من اللاعب أنس النوادر، ضغط على دفاعات الكرخ يا دقائق وضاعت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب، هذا هو أنس النوادر. فياني إيزي يترك أرضية الملعب، وكذلك سيكون هناك تغيير آخر، مجتبى صالح سيشترك بهذه اللحظات، وإيزي ترك أرضية الملعب، وأيضا حسن علي بري اشترك بهذه الدقائق المتبقية من الوقت الإضافي. بدأ المدرب المصري كابتن هيثم شعبان بزج اللاعب مجتبى وأيضا اللاعب مصطفى محمد وحسن علي وجعفر عبيس. 4 تغييرات في الشوط الثاني لهذا المدرب تغير من نتيجة المباراة. وهناك نقلة وصلت ممكن الآن بهذه اللحظات، باشغاندي يسدد، جول ممكن بالراس، انقطعت الكرة وعدت هناك، عدت من باشان عبد الله بتمريره، وهناك راية وتسلل باللقطة الماضية. باشان عبد الله، هذا عمر نوري الواضح بالصورة، شاهد هذه الإعادة وهذه النقلة بعد محاولة الدخول والمرور من اللاعب ريباز رحيم، اللاعب اللي اشترك بالشوط الثاني وحاول، لكن كانت هناك راية وكان التسلل حاضر. نقلة هنا براسية وبعدت، ماسيس أرتين وصلت بوسط الملعب، تعود من ريباز رحيم، وهنا صافر
صافرة وخطأ. سلامة اللاعب مصعب. كريم درويش يبدأ اعتراضه وبطاقة صفراء على اللاعب كريم درويش. سلامة اللاعب مصعب. جمال. سلامة لكل اللاعبين. لا زالت المباراة مستمرة أحبتي بهذا التقدم ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. هذا الاشتراك والاحتكاك ما بين اللاعب مصعب جمال وكريم درويش بعد التدخل بالكرة الماضية. هناك بطاقة صفراء بعد الكلام مع حكم المباراة وبعد التدخل بالكرة الماضية. نادي هوك يعاني بعد هذا التأخر ب3 أهداف مقابل هدف وحيد بعد أن كان متقدم بهدف مقابل لا شيء. هناك جماهير تشاهد ماذا يجري في مدرجات ملعب توك. نادي توك بطل الدوري العراقي مرة واحدة في موسم 2009-2010 بهدف اللاعب خالد بشير في شباك نادي الطلبة، واحتل المركز الثالث في موسم 2007-2008 وكذلك حقق المركز الرابع في موسم 2008-2009. وصل للمركز الخامس خلال موسمين 99 وموسم 2000-2001. وأيضا في الموسم الماضي احتل المركز السادس في منافسات دوري نجوم العراق. هذا كايو الواضح بالصورة وكريست. ما زلنا نشاهد وكرة ملعوبة هناك بوسط الملعب. العديد من الأسماء الكبيرة أشرفت على تدريب نادي توك، منها الكابتن نعمة محمود وحميد محمود، حسين حسن، أمير عبد العزيز، وكذلك الكابتن رسن بنيان، الراحل ناظم شاكر، فيصل عزيز، باسم قاسم، شاكر محمود، كاظم مطشر. هذه الأسماء الكبيرة التي أشرفت على تدريب نادي توك للصقور الجبال وتطول القامة. أحمد خلف، علي وهيب، هذه الأسماء التي عملت أيضا على تدريب كرة نادي توك خلال المواسم الماضية. فحتى الموسم الماضي كان الكابتن علي وهيب والكابتن أحمد خلف. وهنا الكرة عادت لمصلحة نادي الكرخ مع الحارس حسين حسن، إنما في الجهة المقابلة نادي الكرخ هذا منجم ومصنع للاعبين وسوق العديد من اللاعبين المميزين لمنتخباتنا الوطنية من الفئات العمرية حتى المنتخب الوطني. اليوم تشاهد أيضا واحد من الأسماء الرائعة حراسة المرمى حسين حسن، أيضا ضمن قائمة منتخبنا الوطني المباراتين قادمتين تصفيات كأس العالم. هذه عادت هنا في وسط الملعب وهناك نقلة مرت وللأمام طويلة. هنا الكرة تتهيأ، هذا ريباز، يحاول ريباز من خلال هذه اللحظات. الكرة انقطعت بوسط الملعب. هناك من يونس عدت لمصلحة الكرخ وتنقطع تعود إلى خارج أرضية الملعب. تترك الكرة من اللاعب البديل باللقطة الماضية من ريباز وطالت هناك إلى خارج أرضية الملعب. يا بيار أبو بكر صاحب الهدف الأول بالمباراة، بعدها سجل جعفر عبيس وسجل إيزي وعاد جعفر عبيس يضاعف نتيجة المباراة واصبحت ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. شاهد هذا جعفر مع اللاعب بيار أبو بكر، وخطأ كانت هناك راية من المساعد أمير ناجح. تصل الكرة للأمام هنا للاعب ريباز رحيم،
أعاد الكرة لزانا عادل بوسط الملعب، نقلة هناك باتجاه الأسمراني، يحاول الآن ممكن بهذه اللحظات وبالراس الكرة أبعدت بعد تلك التمريرة، وتأتي صافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية هذا اللقاء. مبروك 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 لنادي الكرخ. الكناري يغرد هنا في ملعب توك، بملعب صقور الجبال، ويقلب الطاولة بريمونتادا. نعم، ريمونتادا لنادي الكرخ على حساب توك، الفريق الذي كان متقدما بهدف في الشوط الأول. عاد الكرخ ليقلب الأمور من هدف إلى 3 أهداف، فمبارك لنادي الكرخ، هارد لك لنادي توك. ألتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى على بركة الله. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين السعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.